يقول المعنى والمعنى والصادق لقيت العجايب والعجايب من عجبها تكتف يد المعطي وتطلق يد السارق وتتعذر بالدله من رسال شاربها ويتجانب العقل ويتشاور الطافق وظلات رعاع القوم تفتل شواربها ويتشاتم الصالح ويثنى على الفاسق حبال الهروج العود تفلت بغاربها ويتحارب الصادق ويتسايد منافق وناس تسال الناس لجل تحاربها ورؤوس العرب يبانها ما لها طارق وتدحان الاكتاف بعتاب ذانبها. يقول المعنى والمعنى والصادق لقيت العجايب والعجايب من عجبها تكتف يد المعطي وتطلق يد السارق وتتعذر بالدله من رسال شاربها ويتجنب العقل ويتشاور الطافق وظلات رعاع القوم تفتل شواربها ويتشتم الصالح ويثنى على الفاسق حبال الهروج العوج تفلت بغاربها. يقول المعنى والمعنى هو الصادق لقيت العجايب والعجايب من اعجبها تكتف يد المعطي وتطلق يد السارق وتتعذر بالدله من انسان شاربها ويتحارب الصادق ويتسيد النافق وناس تسال الناس لجل تحاربها ورؤوس العرب يبانها ما لها طارق وتدحان الاكتاف بعتاب ذانبها وصار الريدي والكف وما بينهم فارق في عيون من سوى النمور بثعالبها وصار الرويعي مورد الناقه الغافق له الواسم باسمه من بعد كان حالبها. يقول المعنى والمعنى هو الصادق لقيت العجايب والعجايب من اعجبها تكتف يد المعطي وتطلق يد السارق وتتعذر بالدله من انسان شاربها وصار الذي سابق في يتلازم اللاحق تقدم عليه وباش ترفع حواجبها وصار الذي بلمس مستور ومدرى لمن ستر عيباه يبدي معايبها وغابات شموس من بعد ضياح الشارك وغابات فعول محدن اليوم قربها عجايب تورى في زمن ما له شافك تحط العقل بالكف والفكر حاربها ومن بعد هذا العلم والمنطق الصادق بقى من العجايب واحده وهي عجبها رجل واعي قولي ولا عاقه العايق يذم الردى واهل الردى ما يجنبها. يقول المعنى والمعنى هو الصادق لقيت العجايب والعجايب من اعجبها تكتف يد